الحمد لله خلصنا اكل، يلا نحلي. ايه ده؟ طماطم؟ الطماطم علميا فاكهة، قانونيا خضار. اي حاجة ليها بذور فهي تعتبر من الفاكهة، والطماطم ليها بذور فهي تعتبر من الفاكهة. سنة 1893 كان في قضية مشهورة جدا اسمها قضية نيكس ضد هيدن. كان عمه نيكس تاجر كبير جدا ورفض وعمل مظاهرة وعمل احتجاج ان هو يدفع الجمارك المفروض على الطماطم بحجة ان دي فاكهة مش خضار. في الوقت ده كانت البلد بتدي الضرايب على الخضار، اما الفاكهة كانت بتكون معفية من الضرايب. اشمعنى؟ عشان الفاكهة حلوة يعني؟ فعلا مجتمع عنصري فاكهي. المهم رفع قضية والمحكمة بالإجماع أقرت إن الطماطم من الخضار، والقرار ده ما كانش قرار عبثي، لكن هي اعتمدت على بعض الحاجات زي إن إحنا بنستخدمها في الأكل، في الطبخ، في الأكلات المالحة زي الشوربة زي الصلصة، أما الفاكهة بتكون في الأطباق الحلوة. فده كان اعتماد المحكمة. القرار ده في الوقت ده غير مسار أو عمل فرق كبير جدا في التجارة وفي الزراعة. خليك عارف ان الطماطم مليانه فيتامين، مليانه معادن، وان الطماطم فيها مضادات اكسده واللي بتمنع تلف الخلايا، وكمان بتساعد في تحسين الهضم وبتقلل الاصابه من امراض او مخاطر الاصابه من امراض القلب. ده كان فيديو جديد ومعلومه جديده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله خلصنا اكل. ليه يا شيخ